السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير على احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده عاملين النهاردة الفادج كيك طريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل الصاج ده 30 في 40، هيعمل معاكي 12 قطعة كبار. قطعة ممكن تقسميها 2 زي قطعة الجاتوه بالظبط، واحلى من قطعة الجاتوه كمان. بصوا كمان، بصوا القطعة هتبقى عاملة ازاي. كيك هش وبسيط كده ولذيذ وخفيف، من غير ما تعملي بقى كيك اسفنج ولا الكلام ده كله. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصوا الجمال، كيكة الفاتش بطريقة سهلة جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنا عندي كوبايتين من الدقيق، دخلتهم بالشكل ده، واحط عليهم نص كوباية من الكاكاو. الكاكاو ده خام بس لونه فاتح مش غامق، لازم تدخليه عشان لو في اي تكتلات زي ما انت شايفة كده تنزل على طول. تمام كده، لان ساعات بيبقى الكاكاو فيه بيبقى مرطب شويه عند بتاع مستلزمات الحلويات او العطار. عندي معلقه كبيره من البيكنج باودر، وعندي نص معلقه من الكربونات الصوديوم، ورشه ملح. هقلبهم كده على بعض كده بالشكل ده. كده المواد الجافه هركنها على جنب، ونيجي مع بعض نجيب 4 بيضات. وعندي كوبايه وربع من السكر، معلقه خل. هضرب الخليط كده معايا، مش لازم الخليط يبقى معايا ولا السكر يدوب. انا هضرب فيه شويه حلوين كده زي ما انتوا شايفين. كل حاجه طبعا بدرجه حراره المطبخ. تمام كده، صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك يا رسول الله. انا هنا حطيت كيس فانيليا، مش عايز تحطيه مفيش مشكله. احنا حاطين معلقه خل، ولسه هنحط قهوه سريعه الذوبان اللي هي القهوه الساده. الريحه بتاعتها بتغني عن اي كيس فانيليا. تمام. عندي هنا المواد الجافه زي ما انتوا شايفين، نزلتها كلها، لان المواد الجافه مش هنزود عليها سوائل دلوقتي تاني بالشكل ده. طيب في الوقت ده كده انا مشغله الفرن معايا على درجه حراره 180. بصوا القوام عامل ازاي. انا كده في الوقت ده كده انا مشغله الكاتل بتاعي، عايزه بغلي ميه سخنه. هوريكي دلوقتي، احنا محطناش لسه اي سوائل. هجيب مج ميه سخنه، المج ده اللي انا عايرت بيه الدقيق، وعايرت بيه السكر، وعايرت بيه السوائل. تمام كده. حطيت كوبايه الا ربع من الزيت على كوبايه من الميه المغليه من الكتل بالشكل ده. هحط عليهم كثير من القهوة سريعة الذوبان، او معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. هقلبهم كويس وانزلهم على الخليط بالشكل ده. وما تقلقيش ولا تخافي من المية السخنة، هتخلي معاكي الكيك هش معاكي، واوريها لكم لما تطلع من الفرن. بصوا القوام عامل ازاي. اهم حاجه تتاكدي مفيش اي تكتلات ولا اي حاجه ما اتقلبتش. هشيل دلوقتي المضرب وهقلب بالسباتشيلا علشان لو في اي حاجه ما اتقلبتش او ما جاتش من المضرب تتظبط معايا بالشكل ده كده. اهم حاجه اتاكدي مفيش حاجه في قاع الطبق خالص. خليط معايا زي ما انتوا شايفين خفيف، هيخلي الكيك معاكي اسفنجي من غير ما تعملي كيك اسفنجي. انا محضره الصاج معايا كده. ممكن الخليط تحطيه في صينيه، وممكن تحطيه في صاج. ممكن تحطيه في صينيه لو عايزه تعملي تورتايه، ولو تعملي جاتوه زي ما انا هعمله كده اعملي في صاج. نزلت الكميه كلها بالشكل ده. اهم حاجه نزلي كل اللي في الطبق علشان دي كلها مقادير، ما يبقاش الصاج معايا السمك بتاعه رفيع. هدخله بقى الفرن على درجه حراره 180 مدة يعني حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، حسب نوع الفرن بتاعك. هيطلع معايا بالشكل اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي ده. بصوا الكيك هشه ازاي ما شاء الله، مرتفع وحلو، طري جدا وريحته حلوة قوي. القهوة سريعة الذوبان بتظهر طعم الكاكاو معاكي او طعم الشوكولاتة معاكي. تمام كده. اسفة على صوتي، لو ولا صوتي واطي ولا حاجة ولا تعبان. انا هنا هقلب بقى الصاج بالشكل ده.
طبعا كنت حاطة ورقة زبدة في القعر كده بالشكل ده، فهشيلها خالص. متقلقيش، ورقة الزبدة هتتشال بكل سهولة. شلت ورقة الزبدة وبعد كده حطيت الخليط معايا تاني في قلب الصاج بالشكل ده، علشان هعمل يعني ارص الصاج هنا، ارص الجاتوه بتاعي في قلب الصاج. هجيب دلوقتي بقى ايه، كوباية من اللبن كده بالشكل ده، وهسقي الكيك بتاعي. طبعا انا ما عملتش الكيك بلبن، انا عملتها بمية سخنة زي ما انتوا شايفين. جبت بقى مج كده، حطيت فيه مج كريم شانتيه. طبعا ركنت الكيك على جنب تبرد قبل ما اعمل الحشوة. ربع كوباية من السكر العادي. عندي هنا نص كوباية اللبن دي فيها قشطة، حطيتها في الفريزر شوية مع شوية لبن، حطيتهم في الفريزر يجمدوا شوية. وبعد كده حطيت كوباية من المية المتلجة، هضرب كده بالشكل ده. وطبعا الخليط هيتقل معايا، هزود مية تاني. اللي وصل معايا لحد الدقيقة دي تلاقي الفيديو ويشترك في القناة لو ما اشتركتيش، وتصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وتقولي لي بقى رأيك ايه في الفيديوهات. واسفة جدا لو بتأخر عليكم في اي فيديو بينزل. تعالوا بقى هنا نشوف الكريمة. الكريمة تقلت معايا، زودتها نص كوباية مية ساقعة تاني بالشكل ده. بس كل ما تتقل الكريمة دي اللي هي المتحدة، ريتش المتحدة، انا بجيبها خام من عند بتاع مجزبات الحلويات، فبتبقى زي ما انتوا شايفين كده، بترمي معاكي كتير. حطيت هنا 3 معالق من الكاكاو الخام الفاتح، وحطيت، نسيت احط كيس لبن بودرة. عندك لبن بودرة سايب حطي معلقتين، بيدي طعم حلو قوي للكريمة معاكي. تمام. هضرب بقى كده وزي ما انتوا شايفين، لو لقيت القوام خفيف هزوده مية تاني، لقيته مظبوط خلاص. انا هنا لقيته دلع شوية فحطيت له شوية سكر. تمام. خلاص كده ضربته كمان ضربة كده، كنت حطيت السكر وبضربه خلاص. اخلع بقى المضرب ونيجي مع بعض نحط الكريمة كلها كده بالشكل ده. تمام. هو باين لي كده الكريمة كتير، بس هي مش كتير، هتتوزع لسه على ال على الصاج كله زي ما انتوا شايفين كده. عندك سباتولا او اللي هو السكرافر او اي حاجة براحتك. انا هجيب اللي هو السباتولا اللي هي الستانلس اللي عندي، هسوي بيها دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. اهم حاجة الحروف. انا كان نفسي هنا هنزل جناش شوكولاته، بس زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله الكيك مرتفع، فمش هينفع ان انا اعمل جناش شوكولاته. كل الجناش هينزل على الجناب ويبهدل الدنيا. رشه شوكولاته شيبس كده. وبعد كده جبت مربى الحليب بالشكل ده، سيحتها بمعلقه زيت كده واحده. وبعد كده ابتديت اللي انا انزلها بالشكل ده كده، بتدي شكل حلو قوي. طبعا لو انت بتعملي جاتو ممكن تنزلي كميه من مربى الحليب بس تسيحيها وتفرديها كلها على وش الجاتوه كده. وبعد كده تقطعيه بقى، هيدي شكل حلو وطعم حلو جدا. تمام. هجيب برضو شوية من صوص الشوكولاتة. الصوص ده انا عاملاه في البيت، عايزين طريقته اكتبولي في التعليقات وانا ابعت لكم طريقته، هنزلها لكم. زي ما انتم شايفين كده، برضو خططت شوية كده بالشكل ده، ادى شكل حلو برضو. انا كان ممكن اعمل روزتات كده بالمربى الحليب وهي تقيله، بس مرضتش بصراحه. حبيت ان انا اخطط كده كشكل بالشكل ده، يدي شكل حلو وطعم حلو. اجيب بعد كده بقى تعالوا نقطع الجاتو بتاعنا. زي ما انتوا شايفين الجاتو ما خدش معانا وقت خالص، يعني ما عملناش طبقتين ولا اي حاجه، طبقه واحده بس، عامله قطع الجاتو محترمه كده تشبع اللي ياكلها. تعالوا بقى نشوف. طبعا بألف هنا وشفا اللي كانوا. هقطع الصاج دلوقتي على 3 قطع او 4 قطع، 4 قطع متهيألي. نقطع الطول اول 3 وبعد كده العرض 4.
يعني يبقى كده 12 قطعة. بس القطعة ما شاء الله تعمل قطعتين من الجاتوه اللي بيتباع من بره. يبقى نشوف القطعة كده قد ايه. اهم حاجة تقطعي القطعة كلها قد بعضها. انا هنا عشان التصوير بس مقطعة قطعة كبيرة. لو انت مثلا هتعمليها في البيت هتقطعي طبعا القطع اكتر. يعني انا هنا قطع معايا 12 قطعة. الصاج ده ممكن يعمل معاكي 24 قطعة زي قطعة الجاتوه اللي بره بالظبط. طبعا دي احسن ويعني عايزة اقولك دي بتشبع اكتر كمان. قطعة الجاتوه من بره انتوا عارفين عاملة ازاي، مجرد شوكة والتانية وتلاقيها خلصت. تعالوا بقى بص كده ما شاء الله. بصوا الجمال. بصوا كيكة مسقية باللبن، وزي ما انتوا شايفين هشة وخفيفة جدا وجوسي. وعايز يعني بصوا من الاخر حاجة كده معمولة في البيت ومن الاخر. تعالوا كده نسمي الله كده، بسم الله ما شاء الله. شوكة بتجر شوكة من غير ما تحسي. وعايزة اقولك الكريمة سكرها مظبوط جدا مش مسكرة. الكيكة ممكن كنت انت تعمليها بكوباية ونص، انا عملتها بكوباية وربع سكر بس. يعني سكرها مظبوط جدا. الصوص الشوكولاتة اللي فوق انا عاملاه سكره خفيف مش تقيل عشان يعادل طبعا مربى الحليب. بصوا الصاج ما شاء الله. لو انت عازمه حد ولا جايلك حد على غفله هتعملي الصاج ده وانت كده مبسوطه مع حاجه ساقعه، وده احلى واجب ممكن تعمليه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.